في محافظة الإسكندرية في سنة 2020 بلاغ يروح للشرطة من بواب عمارة في منطقة الزوايدة بإن في ريحة غريبة طالعة من شقة موظف على المعاش. الشرطة بتتحرك بسرعة. رجال الشرطة لما وصلت لقيت جثة شبه متحللة موجودة على السرير. الجثة دي لشخص في الخمسينات من عمره اسمه حامد وشغال في كلية الزراعة. الغريب إن الشخص ده لقيوه لابس قميص نوم. الجثة دي باين عليها آثار خنقة على الرقبة، ده غير الشقة اللي كانت مقلوبة وباين عليها آثار السرقة لبعض المقتنيات اللي كانت موجودة داخل الشقة دي. وده اللي عرفوه من ولاد القتيل لما تم استدعائهم بحكم إنهم عايشين في مكان بعيد عن شقة والدهم. رجال الشرطة بتنقل الجثة دي لمصلحة الطب الشرعي اللي بينت إن الجثة دي اتقتلت عن طريق الخنق بفوطة وإن الشخص ده كان بيمارس قبلها علاقة شاذة. رجال الشرطة بتحط افتراض إن اللي عمل كده هو الشخص الشاذ اللي كان موجود مع القتيل، وإن من الممكن جدا إن حصل خناقة ما بينهم والخناقة دي أدت لجريمة قتل. الشرطة بدأت في تفريغ الكاميرات الموجودة على مدخل العمارة دي، وبالفعل لقيت إن في شخص طلع مع القتيل يوم الواقعة قبل الفجر بساعة وفضل معاه في الشقة دي لحد الساعة 10 الصبح، وبعدها طلع وفي إيده شنطة كبيرة. ومن حسن الحظ إن الشخص ده ليه سوابق وليه ملف إجرامي ومعروف جدا لرجال الشرطة. رجال الشرطة قبضت عليه في وقت قصير جدا وراح معاهم بكل سهولة وكأنه كان مستنيهم. والأغرب كمان إن لما رجال الشرطة سألته اعترف بكل حاجة، واعترف إنه قتل حامد وقتل كمان 4 قبله، وده عشان ينظف المجتمع منهم، ده لأنه كان شايفهم آفة في المجتمع ولازم يخلص منهم. مين الشخص ده وإيه سبب الفخر اللي كان باين عليه أثناء اعترافاته لرجال الشرطة؟ رجب عبد القادر من مواليد محافظة البحيرة، عنده 41 سنة، اتربى في أسرة متفككة. هو صحيح والده ووالدته كانوا عايشين مع بعض لكن كل واحد فيهم كان ليه حياته الخاصة. الأب طول النهار سكران ومش داري بحاجة، أما والدة رجب فكانت بتشتغل في البلطجة وكانت بتصرف عليه هو واخواته ووالده من البلطجة. يعني لو حد عايز ياخد حقه من حد ظلمه يقوم يأجر والدة رجب علشان تروح تضربه وتبهدله في قلب الشارع وتجيب له حقه وتاخد فلوس على كده. رجب اتربى في وسط أسرة ما تعرفش الحلال والحرام. رجب اتعلم يسرق وهو عنده 5 سنين لحد ما الموضوع اتطور معاه وبقى يسرق في المواصلات، ومن كتر ما كانت الناس في القرية بيبعدوا عنه وبيبصوا له بقرف رجب قرر انه يتوب ويروح يشتغل ويتعلم صنعة ويبعد تماما عن السرقة. في الوقت ده كان رجب عمره 17 سنة، وبالفعل راح رجب اسكندرية واشتغل في فرن عيش وتعلم الخبز، وفي وقت قصير جدا رجب اتعلم يخبز وبقى شاطر جدا وكان بيكسب فلوس كويسة. لكن بعد وقت قصير رجع رجب يسرق تاني لان السرقة كانت خلاص مشيت في دمه، وكان اول حد يسرقه هو صاحب الفرن اللي كان بيشتغل فيها. واتطور موضوع السرقة اكتر مع رجب خصوصا بعد ما تعرف انه نشال ومحدش كان راضي يشغله، واتعلم رجب البلطجة والسرقة بالإكراه وبقى طول النهار شايل مطوة وبيسرق في المواصلات. وناس كتير بلغت فيه لكن ما كانش فيه دليل. رجب طول النهار شايل المطوة وبيسرق بالإكراه واخر الليل بينام في عربيات القطارات القديمة المتخزنة في المحطة، لحد ما في يوم رجب اتمسك متلبس وهو بيسرق. وقتها تم إثبات كل التهم اللي كانت ضده قبل كده، وساعتها رجب لقي نفسه قدام 18 قضية سرقة وسلاح أبيض وبلطجة. ودخل رجب السجن واتحكم عليه في فترة طويلة، وطول فترة السجن محدش من أهله كان بيسأل عنه ولا حتى فكر يزوره. وقضى رجب فترة السجن وطلع رجب تاني للسرقة والنوم في عربيات القطارات القديمة والحدائق العامة. وفي يوم رجب وهو قاعد في حديقة مصر شاف إن في شباب سنها صغير يعني من 17 ل 21 سنة بتيجي تقعد في الحديقة دي كل يوم في وقت متأخر، وبعد شوية بيجي رجالة تانية وياخدوا الشباب دول ويمشوا. رجب كان كل يوم بيلاحظ حاجات غريبة في الناس دي، وهي إن لبسها ملفت جدا وتصرفاتها مش طبيعية. رجب وقتها كان عايز يعرف هو إيه اللي بيحصل في المكان ده بالظبط، وإيه سبب الناس اللي بتيجي بعربيات فخمة دي كل يوم تاخد الشباب دي وتمشي. وبالفعل راح رجب لواحد اسمه أشرف صاحب القهوة اللي في المحطة وسأله عن الناس دي، وعرف رجب وقتها من أشرف صاحب القهوة إن الناس دي شواذ والمكان ده معروف إنهم بيتجمعوا فيه. وفضل رجب مركز مع الناس دي كل يوم وعرف عنهم حاجات كتير، زي إن أغلب الناس اللي بييجوا ياخدوا الشباب دي بيكون سنها كبير يعني فوق ال50، وفي الأغلب بيكونوا عايشين في شقق لوحدهم وكمان بيدفعوا 500 جنيه في الليلة. وعرف رجب كمان إن الشباب الصغيرة دي غالبا ما بيكونش ليهم أهل وإنهم بيكونوا أطفال شوارع. وقعد رجب في الحديقة دي جنب الشباب يستنى فرصة زيهم، وده لأن رجب كان اتعلم الشذوذ من وهو في السجن، وكان الشذوذ بالنسبة لرجب حاجة طبيعية. وقعد رجب مع أشرف صاحب القهوة وفضل يتكلم معاه عن الناس دي. كل يوم يعدي رجب يعرف عنهم حاجات أكتر. وفي يوم 11 إبريل رجب وهو قاعد في الحديقة جه واحد اسمه جمعة وسنه 57 سنة وفضل يتكلم مع رجب ويسأله عن حياته الشخصية. وعرف وقتها جمعة عن رجب تقريبا قصة حياته. وقتها جمعة عرض على رجب إنه يجي يقضي اليوم معاه عنده في شقته ويعزمه كمان على العشاء، وقال له كمان إنه هيديله 500 جنيه في الليلة دي. رجب وقتها فهم قصده وعرف نيته إيه وراح معاه رجب شقته. رجب وهو داخل مع جمعة الشقة لقى الناس هناك بيبصوا له بقرف وكأنهم عارفين هم داخلين يعملوا إيه، وعارفين كمان إن جمعة مش ولا بد. وبالفعل دخل رجب وجمعة الشقة. جمعة دخل المطبخ وجهز العشاء وقدمه لرجب وسابه يتعشى ودخل أوضة النوم علشان يغير هدومه. وطلع جمعة بعد شوية من الأوضة وهو لابس قميص نوم، وحصل ما بينهم في الليلة دي علاقة شاذة. وبعدها رجب قرر يخلص على جمعة، وبالفعل رجب كان جنبه
وجنبه فوطه على السرير. رجب مسك الفوطه دي ولفها حوالين رقبه جمعه وخنقه لحد ما مات، ولان جمعه سنه كبير صحته ما استحملتش رجب اللي كان عمره في الوقت ده 40 سنه، ونام رجب لحد الصبح جنب الجثه عادي جدا. والغريب ان رجب كان مبسوط وحس وقتها بالنشوه لما خلص على جمعه، وانه اخد حقه من الشواذ اللي زيه اللي كانوا بيعتدوا عليه لما كان في السجن، وحس اخيرا ان حقه رجع له. وفضل رجب نايم لحد الساعه 9 الصبح، ونزل رجب من الشقه. لكن قبل ما يمشي رجب خد كل الفلوس والموبايلات اللي كانت مع جمعه، وفضل رجب منتظر الشرطه تقبض عليه. وعدى يوم واثنين وثلاثه ومفيش حاجه، وده لانه عارف ومتاكد ان معظم الجيران شافته وهو طالع مع جمعه. وكمان واحد من الجيران قابله على السلم وهو نازل وقال له مش هتبطلوا قرف بقى. رد عليه رجب وقتها وقال له بطلنا خلاص. وساعتها رجب راح عند شقه جمعه، والفضول وقتها خلاه يسال عن جمعه، وعرف من اهل المنطقه ان جمعه مات موته طبيعيه. ساعتها رجب فهم ان اهل جمعه رفضوا يبلغوا الشرطه خوفا من الفضيحه، وان الامور ماشيه طبيعيه. وساعتها رجب حس في نفسه كده انه انتصر للمره الثانيه، ومشي رجب وهو فخور بنفسه انه قادر ياخد حقه من الناس اللي زي دي ويقتلها كمان من غير ما حد يبلغ عنه. وقرر رجب وقتها انه هيكرر ده تاني. وراح رجب وقعد في الحديقه دي. وفي يوم 21 ابريل يعني بعد ما قتل جمعه ب10 ايام بس، اليوم ده رجب كان قاعد، وساعتها جه شخص اسمه عبد المنعم وبيشتغل وناش وسنه حوالي 64 سنه، وعرض عليه انه يروح معاه الشقه وهيديله في الليله دي 500 جنيه. رجب وافق بسرعه وراح معاه شقته اللي في منطقه غيط الصعيدي. اليوم ده رجب طلب من عبد المنعم يجيب له فوطه، وبالفعل دخل عبد المنعم الاوضه وجاب له الفوطه. وفضل رجب قاعد في الصاله لحد ما عبد المنعم غير هدومه ولبس قميص النوم وطلع، وحصل ما بينهم علاقه شاذه. وبنفس الطريقه دخل رجب وبل الفوطه ولفها حوالين رقبه عبد المنعم وخنقوا بيها لحد ما مات. وزي المره اللي فاتت رجب سرق كل حاجه في الشقه تنفع تتباع وتجيب فلوس، لكن المره دي في حاجه اختلفت. رجب اخذ معاه الفوطه اللي خنق بيها عبد المنعم، ده لانه كان بيحس بالنشوه لما يشم ريحه الموت في الفوطه دي، وبقى طول الوقت وهو عمال يشم فيها، والاحساس ده كان بيخليه سعيد ومبسوط. ونفس اللي حصل، فضل مستني البوليس يوم واثنين وثلاثه لكنه ما جاش. وساعتها رجب راح تاني لغيط الصعيدي، لكن المره دي علشان يطمن ان كل حاجه ماشيه طبيعي، وان اللي حصل مع جمعه هو اللي حصل مع عبد المنعم. وبالفعل لقي اهل عبد المنعم بيحضروا في جنازته، وحضر رجب جنازه عبد المنعم وحضر كمان العزاء. ورجع رجب للحديقه تاني وهو مطمن انه بيقتل الضحيه ومحدش بيبلغ عنه. واللي ساعد رجب اكتر اهل الضحايا كانوا بيدخلوا على القتيل وبيشوفوا حالته وهو مقتول وكمان لابس قميص نوم، كانوا بيعرفوا على طول انه شاذ، وان اللي مارس معاه العلاقه قتله بعد ما خلص. وفي اهل الضحيه من الفضيحه خلى رجب يتمادى اكتر في اللي بيعمله. في الوقت اللي كان رجب عارف ان كل جريمه بيرتكبها بيفلت من عقابها، وقف قدامه واحد اسمه حامد سنه حوالي 63 سنه، شغال في كليه الزراعه، راكب عربيه فخمه ومن هيئته كده باين عليه انه ميسور الحال. وطلب من رجب انه يركب معاه العربيه علشان يقضي معاه اليوم في شقته اللي في الزوايده، واتفق معاه كمان انه هيديله في اليوم ده مبلغ كبير. وركب رجب العربيه مع حامد، لكن المره دي معاه الفوطه. رجب وهو راكب العربيه مع حامد حس ان اخرته قربت خلاص، ونزل رجب من العربيه ودخل مع حامد الشقه. ونفس اللي حصل مع اللي قبله حصل مع حامد، يقعد في الصاله لحد ما الضحيه يدخل يغير هدومه ويلبس قميص النوم. رجب بعد ما مارس العلاقه مع حامد طلع الفوطه اللي كانت معاه ولفها حوالين رقبته وخنقه لحد ما مات، وسرق كل الفلوس اللي كانت معاه، وجاب شنطه كبيره ولم فيها كل حاجه غاليه. وطلع رجب وحس انه هيتقبض عليه. وبعد كام يوم بواب العماره شم ريحه طالعه من شقه حامد. البواب وقتها اتصل على اولاده اللي جم بسرعه، فتحوا الباب ودخلوا لقيوا والدهم مقتول ومرمي على السرير ولابس قميص نوم، ده غير الشقه اللي كانت مقلوبه ومسروق منها حاجات كتير. ولاد حامد اتصدموا من المنظر وما كانوش مستوعبين ولا مصدقين اللي بيشوفوه. ولاد حامد وقتها بلغوا الشرطه اللي جت بسرعه، وبتفريغ الكاميرات اللي كانت في مدخل العماره قدرت تتعرف على رجب بسهوله. وكمان كان معروف عنه من هو في السجن انه شاذ جنسيا. وطلع رجال الشرطه عشان يقبضوا على رجب، والغريب ان رجب راح معاهم بكل سهوله وكانه كان مستنيهم. رجب اعترف على طول لرجال الشرطه وقال انه قتل 4 اشخاص في خلال 40 يوم، وانه كمان كان ناوي يقتل 75 شخص شاذ، كان شايف ان كلهم ما يستحقوش يعيشوا او خساره فيهم الحياه، وكان بيحس بالنشوه واللذه لما يخلص عليهم ويموتوا قدام عينيه. الاحساس ده كان بيبسطه جدا وبيخليه سعيد. واتحكم على رجب بالاعدام شنقا، وخلصت حكايه سفاح الشواذ.